هو طبعا الرياضة فيها نقاء وفيها صفاء وفيها شفافية وفيها محبة وفيها ما فيهاش مصالح، فيها كل شيء القلب فيه بيبقى طيب وفيه كله خير يعني. على اتفضل. يفرق كتير عن السياسة، ده عكس ده تماما يعني. ولم تتراجع عن قرارك امام رب العالمين في الكعبة؟ لا والله السياسة اصلها انا اتقرصت منها بشكل شنيع، وشفت فيها اللي خلاني الى ان اموت بندم على السنوات اللي انا قضيتها في السياسة. السياسة ضياع للوقت، والسياسة يعني بتنخرط في، يعني مش عايز اقول يعني اخلاقيات، مفيش اخلاقيات، وبالتالي كان لازم ان انا ارجع تاني لمكان الطبيعي في للشباب والرياضة والمجال اللي بلاقي فيه نفسي يعني. جميل. على ذكر الخلق الطيب، بورسعيد الجميلة فقدت نجم من نجوم الفن والزمن الجميل، كابتن مسعد نور. بالمناسبة يعني هل ترى انه في ال10 سنوات الأخيرة اللي تعب فيها كابتن مسعد نور لم تقدر أسرة الكرة المصرية حق تقدير كابتن مسعد نور؟ والله هو كابتن مسعد نور انا يمكن لما واحنا شباب برضك كان ده احد النجوم الساطعه في سماء مصر. ارتبط اسم مسعد نور رحمه الله عليه ببورسعيد، وارتبطت اسم بورسعيد بمسعد نور. الكاستن كان كلنا لازم نشاور عليه ونقول هو ده مسعد نور كقائد لفريق النادي المصري البورسعيدي، وكمحقق وصانع الانتصارات ليه كهداف للفريق، وفي نفس الوقت كان احد النجوم والاجيال اللي احنا بنحلف بيها دايما وبنتمنى ان احنا نلاقي زيها في هذه الايام، اللي هو جيل الخطيب وعلي ابو جريشه. وكان كل محافظه وكل فريق ليه نجومه، البصمه اللي بكل شعب مصر بحالها ويمكن الشعوب العربيه كلها لازم تكون عارفاه ولازم تقدره ولازم تحترمه ولازم تقف له تعظيم سلام. ويمكن فتره المعاناه مع المرض الواحد كان بيتصفح الجرايد وبيجري ورا اخباره ويعرف اخباره، ويمكن الحاجه اللي كان بيحزن لها ان لا اسره الكره المصريه ولا الجمهور البورسعيدي ولا الكره البورسعيديه كرمت او وقفت او عضدت من بجنب مسعد نور النجم الساطع اللي الواحد بيتوجه لله سبحانه وتعالى ان يرحمه ويرحم كل الغاليين علينا وكل اموات المسلمين بالرحمه. وربنا يعني طبعا انا بوجه عزائي لكل شعب بورسعيد باسم شباب السويس كله في الفقيد الراحل اللي هو فقدنا كلنا.